انا من سنتين بالظبط ما كنتش بعرف ابص في عينين حد. كان لازم وانا بتكلم في حد تكون عيني في الارض، مش مركز مع اللي هو بيقوله عشان مكسوف او محروج من حاجه فيا، مش عارف ايه المشكله. كل اللي انا عارفه مش عارف اتواصل مع الانسان اللي قدامي ده. ما كنتش بعرف اتكلم مع حد يهمني ان انا اكسب احترامه، من كتر التهتها في الكلام ومن كتر ما انا مش عارف اجمع الكلمات على بعضها. الجيم ده كنت بترعب ان انا اروحه عشان كنت تخين فشخ وبخاف من نظرات الناس لجسمي. وصلت المرحله بيا ان انا اجل نزول الجيم سنتين عشان كل مره احاول انزل اخد حجه ان انا منزلش بسبب ان الناس ممكن تبص عليا بصه مش كويسه، او ان انا مش هكون شكلي كويس وانا بتمرن، مع ان ده المفروض ده الطبيعي. انا رايح الجيم عشان اغير من شكلي. ولما اتشجعت ان انزل خلاص كان يوم 7/9/2020 بسبب ان الاستريتش ماركس ملت جسمي، وكان خلاص انا دخلت في مرحله الترهلات المفرطه ان انا حتى لو خسيت بعد ما مرحله التضخيم دي تتم جسمي عمره ما هيرجع زي الاول، وهتكون عندي ترهلات جلد ماليه جسمي كله، ودي هتبقى حاجه مزريه مش هعرف البس بسببها وكاني ما خسيتش حتى بعد المجهود ده كله، ولا كاني عملت حاجه. وانا الحمد لله كنت ذكي كفايه وقتها ان انا اعرف ان ده هيحصل، فكان لازم اخد اكشن. حتى اللي كنت مسميهم صحابي وقتها كنت بكلمهم باحترام زايد عشان خايف على مشاعرهم وخايف على وقتهم، برغم ان مفيش حد منهم مهتم اصلا بيا ومفيش حد منهم مهتم انا هعمل ايه بعد كده. بتكلم باسلوب مثير للشفقه: لو مش لازم ننزل النهارده مفيش مشكله يا صاحبي، عادي، وقت ما تفضل انزل، وقت ما انت تحب ننزل. ولو افترضنا ان انا كنت خاطب وقتها ومعايا بنت ملزمه مني، هشوف رغباتها ايه وهطغيها على رغباتي انا. هشوف اهم حاجه اولوياتها مش اولوياتي. شوف انت عايزه ننزل فين، شوف عايزه ناكل فين، شوف عايزه نخرج فين. فكرك علاقه زي دي هتتم؟ كل ده بحجه ان انا مش عايز اغصب عليها وعايز اخليها مبسوطه عشان تحبني اكتر. كل كلامي كان بيبدا بمعلش، والاعتذار ما بيفارقش تلتين كلامي. حاسس ان انا عال على الناس، يعني لو تكرمت واديتوني حاجه من اللي معاكم. يا مؤمن ده انا ساعات كنت بفوت المكان اللي انا عايز انزل فيه عشان ببقى مكسوف اسال السواق احنا وصلنا لحد فين، بحجه ان الناس ممكن تستصغرني او السواق متعصب او اي خرا. كل الناس رغباتها كانت اهم من رغباتي، كل الناس اولوياتها كانت اهم من اولوياتي. لازم اللي قدامي يشوف هو عايز ايه قبل ما انا اشوف انا عايز ايه. شايف كميه الجبن والانبطاح اللي انا كنت فيهم؟ فكرك كده الناس كانت بتحترمني في الاخر؟ فكرك كنت باخد اي حاجه انا عايزها من اي حد بالرغم انه ممكن يكون عايز يساعدني اصلا؟ ففي مره من المحاولات البائسه اللي انا كنت بجبر نفسي فيها ان انزل الجيم، وفي مره بقى كنت عايز العب على الكيبل، كل ما اجي العب عليه الاقي حد شغال عليه، فكنت بخش في زاويه تانية لغايه ما اللي شغال على الكيبل يخلص. كل ما اخلص من زاويه ابص الاقي اللي شغال على الكيبل واحد تاني، وابقى مكسوف اساله انت قدامك كتير وتخلص، او ممكن اخش معاك او اي خرا. فبقنع نفسي ان انا مثلا اخش في زاويه تانية عم يخلص او اي خرا. برضه كنت بمسك التليفون العب شطرنج او العب اي حاجه عم الناس تخلص، بحجه ان انا تعبان من التمرينه اما الناس دي تخلص. كنت بتاخر 40 دقيقه كامله بعد التمرينه الاساسيه بتاعتي عشان بس ببقى مكسوف اقول لحد انت معاك حد او ممكن ادخل معاك. مش محتاج اقول لك ان الاسبوع كله كان بيبوظ بسبب ان انا لو عوزت انظم وقتي ببقى في 40 دقيقه انا مش عامل حسابهم بيضيعوا مني، وال 40 دقيقه دول بيخشوا من وقت حاجه تانية، ودول بيخشوا من وقت النوم، فبتصحى تعبان تاني يوم بتروح. اليوم كله ببوظ والاسبوع كله ببوظ بسبب ان اليوم كله باظ. دي مش عيشه، طبعا دي مش عيشه، مش محتاج اقول لك يعني. كان لازم الوضع ده ينتهي، كان لازم اشوف حل. ما كانش ينفع الوضع ده يستمر باي شكل من الاشكال، وبالاخص ان انا قررت قرار في نفسي ان انا اكون انسان ناجح. فشديت الحزام وحزقت الحزقه، دخلت على اليوتيوب بقى ادور على كيف تزود ثقتك في نفسك وكيف تصبح جان فظيع بتجيب البنات بطرف عينك وتدخل اي مكان يتعمل لك حساب، وكلها حاجات تقرف. وقبل ما اطلع بمعلومه من فيديو 10 دقايق بلاقي نفسي شفت 9 منهم عباره عن مكاوي بيفليكس عليا بفلوسه والبنات اللي معاه. وعشان اكون صريح معاك المعلومه بتكون مفيده فعلا، بس بتكون ناقصة عشان انت تتفرج على الفيديو اللي بعده واللي بعده واللي بعده وتحس ان حياتك بقت احسن، بس انت في الحقيقة خدت شوية مسكنات بس مش اكتر. فقلت خلاص انا هعمل اللي هشوفه صح واللي الكتب بتقول عليه صح، وهجرب كل حاجة لحد ما حاجة منهم تنفع. بس برضه مش هينفع ضمن كده، لازم اشوف حل. قعدت اخبط يمين وشمال عشان اغلب النصايح اللي كنت بلاقيها كانت نصايح ناقصة او حاجات مش ينفع تتطبق على ارض الواقع وما الى ذلك بقى. وان حصل وطبقتها بحس ان انا عبيط. ما هو بالعقل ثقتك في نفسك مش هتعلى من فيديو كيف تزود ثقتك بنفسك ب5 طرق فعالة وكيف تصبح مغناطيس جاذب للنساء. مش كده، الحوار ما بتحلش كده.
مع العلم ان انا بعمل وهعمل فيديوهات زي كده عشان ادسلك العسل في السم اللي بتحبه. فجربت بمره ان انا اعمل بالنصائح الكروكي دي، اللي كانت واحده منهم اللي انت لازم تنزل تقابل ناس عشان تكتسب ما يسمى بالبلاده الاجتماعيه، وانك ما كنتش تخاف من لا، وان قلبك يجمد شويه والحاجات دي. الله الكلام جميل، بس يا عمنا انا اصلا بخاف ابص في وش حد. عامل زي ما تقول الوظيفه محتاجه خبره 5 سنين وانا لسه متخرج وما اشتغلتش، اجيب خبره منين؟ فقلت في نفسي خلاص انا هحزق الحزقه التانيه في الفيديو ده، وهسال على حاجه من 90 حاجه اللي ما كنتش فاهمهم في واحده من المحاضرات بتاعتي. وفعلا انا فاكر ان انا استنيت لي تاني يوم وانا راسم كل الاحتمالات والسيناريوهات اللي ممكن تحصل عشان ما اتحركش ووشي ما يحمرش وما ارتبكش وارجفش في بعضي، وقعد اتخيل في رد فعلي ورد فعل الدكتور في كل مره انا اعمل حاجه او اقول حاجه مختلفه عن التانيه، مخطط لكل حاجه واخد الموضوع جد جدا. وساعه الجد فعلا تهت اتلبخت وانا بسال السؤال وشي احمر. حتى الدكتور قعد يسلك لي، بس انا برضو كنت موضوع مأساوي جدا، مش عارف اتكلم حتى، لهبل من كتر الاحراج الوهمي اللي حابس نفسه جواته، مش قادر يتكلم ولا كلمه صح. فوفيت بوعد لنفسي، قلت خلاص الموضوع ما نفعش، انا مش هتعب نفسي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا اخي. خلاص سلمت بان انا هكون شخص منطوي طول عمري ومش هعرف اتكلم مع حد، ولازم لو اتكلمت مع حد ابان ان انا محترم ومؤدب ومتربي 10 مرات، وعيني لازم تكون في الارض وما ابصش في عينين حد وانا بكلمه عشان انا جبان. سلمت بكده، قلت خلاص الحياه هتمشي على كده. ورجعت تاني لحياه الناس اللي من النوع ده. الناس المنطوية غالبا بتلاقيها بتلعب وبتسمع في بورن طول النهار، مش بيعملوا أي حاجة مفيدة للبشر أو المجتمع اللي حواليهم، نفسهم بس ياكلوا ويناموا زي الخنازير أو البهايم. هو أنت لما تكون إنسان منطوي ده معناه إن حياتك ملهاش معنى، حياتك فاضية مفيهاش حاجة أصلا، ما عندكش أصحاب تخرج معاهم، تعلي صوتك وأنت بتتشكلوا أو تعملوا أي حاجة ملهاش لازمة، كل اللي عندك لعبتين بتحبهم وبتنقل من عليهم وشوية انمي وحاجات عبيطة كده بتسلي وقتك بيهم، وقتك الفاضي اللي ملوش قيمة ولا تمن. بس فكرة في مرة جت في بالي وانا بلعب، هو عمري ما في حد كان زيي قبل كده، يعني انا الوحيد اللي مكتوب عليه ده مش حقيقي، ولو حقيقي انا مش هرضى بيه، هحاول تاني وتالت لحد ما تظبط. لازم اشوف النص التاني من الدنيا شكله عامل ازاي، لازم اكون الراجل اللي عيلته فخورين ان هو جزء منهم. مش هعطل، مش هقف مكاني، مش انا اللي اخد على قفايا. فحزقت الحزقه التالته وخدت بعضي ونزلت على الجيم، وقلت في نفسي عيب هيضايقني هيهب في وشي ومش هيهمني اي حاجه. رحت على الجيم وانا بدور على دبان وش عشان اتشكل معاه، وسبحان الله اليوم ده كان عليا برضه بنفس تمرينة الكيبل، واللي انا كنت نقلتها لاخر زاويه في التمارين. زي ما توقعت عزيزي الفزلوك، طول التمرين الكيبل كان فاضي، الكيبل كان فاضي تماما، مش هوب ناحيته اي نفر طول ساعه و40 دقيقه. ودقت ساعه الحرب، ولما زاويه الكيبل اللي عليها الدور جت زي ما توقعت تاني عزيزي الفزلوك، لقيت 2 بيلعبوا على الكيبل. طبعا ساعتها انا قعدت اشكك في نفسي، والنص اللي جوايا قاعد يقول لي هم 10 دقايق بس سيبهم هيخلصوا، طب وبعدين، طب خلاص مش لازم دلوقتي. فالمره دي مسكت النص ابن الواد ده وكممت بقه عشان يخلص، وحزقت الحزقه الرابعه والاخيره للفيديو ده، ورحت وقلت لهم يا ابني هو انا بتمرن هنا، روحوا شوفوا لكم حته تانيه تضيعوا فيها على حالكم يا ولد لو سمحت، انا بتمرن هنا انتوا مطولين يا شباب. وكان ردهم عليا عادي، نخش احنا الثلاثه مفيش مشاكل. واليوم ده روحت وانا تعلو على وجهي ابتسامه من ودني اليمين لودني الشمال، وقاعد اغني انا القائد الجبار الشبح المغوار. وبعدها ربنا هيأ لي الظروف ان انا ائم الناس في المسجد الصغير اللي قدام بيتنا. واللي حصل لي في اول مره ان انا كنت بشهق في الفاتحه، ان انا مش كنت قادر اكملها من كتر الرعب، وقاعد ارجف ووشي احمر وحاجه ما يعلم بقى الا ربنا. فالمشهد ما كانش ظريف خالص. تخيل انت قاعد تأم الناس في المغرب وقاعد تتهتف في الفاتحه، مش قادر تقولها، مش قادر تنطقها. بس مره في مره اتعودت وخدت على الموضوع، وخصوصا في مره وانا بصلي في الناس صلاه جهريه برضه كنت هشع في الفاتحه، وكنت داخل على مرحله الرجفان والاحمرار الوجه وكل الكلام الجميل ده. بس اكتشفت ان محدش مهتم بجد انا حاسس بايه، ومحدش مهتم انا my feelings right now as what. محدش مهتم خالص، كل اللي مهتمين بيه ان انا انجز، عايزين ننجز، ورانا مصالح ورانا شغل. محدش مهتم بجد انا حاسس بايه، كل اللي مهتمين بيه ان انا ننجز المصلحه. وفي لحظتها بعد ما ادركت الادراك ده، الخوف كله راح في ثانيه، ما كنتش حاسس باي قلق، كل الرجفان والتوتر اللي انا كنت فيه اتمحى في لحظه. متخيل ازاي؟ كانش في حاجه حاضره في خيالي غير الصلاه اللي انا شغال عليها. كنت حاسس بحاله صفاء ذهن رهيبه، وحاله حضور مع الايات اللي انا بقراها. كنت في حاله صفاء ذهني كامل،
رغم ان انا كنت بأم الناس في وسط صالة جهرية. وربنا ينولك المرحلة دي. فمحور الكون محدش مهتم، احنا عايزين ننجز ونشوف مصالحنا. شوف عندك حاجة مفيدة تفيدنا بيها اهلا وسهلا، مش عندك اركن على جنب. ادراك بسيط جدا، حاجة بسيطة جدا، بس اغلب الناس للأسف مش واخدة بالها منها. انت متخيل ان بعد ما كنت بقول في نفسي ان انا خلاص انا واحد من الناس اللي مكتوب عليهم يكون جبان طول عمره، مش يعرف ياخد حقه من الدنيا بلسانه ولا بدراعه ولا بأي حاجة عشان ضعيف. خلاص كنت مسستم نفسي ومسستم بقيت عمري على كده. بعد الموقف ده انا كملت بحث في الموضوع ده، ولقيت كذا حل فعلي وحرفي ممكن يتطبق على ارض الواقع، وبقى اسهل عليا ان انا اطبقهم في ارض الواقع عشان انا مريت بحاجات شبه كده قبل كده. فانس خيري، ودول 15 خطوة عملية ممكن تطبقهم من دلوقتي عشان تزود ثقتك في نفسك وتبدأ تبص في عينين الناس اكتر. حط اهداف وخليك طموح. لما انت بتكون حاطط هدف في دماغك واحد بس، حياتك بتتسيستم على انك تنجز في الهدف ده. ما بتكونش شايف اي حاجة قدامك ولا اي حاجة حواليك غير الهدف ده. بتكون شارس مفتري، مش شايف اي حاجة حرفيا قدامك. ما اعتقدش ان انت شخص بتتفرج على النوع ده من الفيديوهات مريت بحاجة شبه كده قبل كده، بس ممكن تكون شفت حاجة شبه كده في انمي ولا اي خرا من الحاجات اللي بتسمعهم. انت عارف اللي حصل؟ انا واحد ما كانش بينام الا لما يدخل 2000 كالوري جوه جسمه، ده قبل النوم بس. وطبعا انا كواحد تخين طبعا انا اي حاجه مشوار اروح جايب شوكولاته، مش عارف ايه، اجيب شيبسي، ولا معدي اجيب اي بتنجان، اي حاجه بتتاكل وخلاص. يعني بالنسبه لي الاكل لايف ستايل، مش لازم اي وقت يعدي عليا اكون فاضي من غير ما اكل. العشاء بتاعي كان زبادي وبيضه مثلا بس، لمده نص سنه تقريبا 6 شهور على كده. في يوم وليله بقيت بتعشى بيضه وعلبه زبادي. ده ممكن الدافع الوحيد بتاع الخوف او اي حاجه من كده، بس انا مؤمن ان هو كان الهدف بالنسبه لي، ان هو ما ينفعش الوضع يزيد عن كده. فانا كنت طموح، ما كنتش شايف حاجه قدامي غير كده. كل ده اتغير، مجرد الاكل بالنسبه لي دلوقتي وسيله للحياه. الخطوه الثانيه، خلي علاقتك باهلك كويسه. ممكن تسالني ازاي ده هيحسن ثقتي في نفسي ويشيل من عندي الرهاب الاجتماعي. انت لغايه دلوقتي انت مش قادر تكلم باباك في محادثه حرجه، ممكن تقول فيها حاجات مش هتخليك مرتاح او مش هتخلي باباك مرتاح. ممكن تسكت على حاجات مضايقاك سنين على كده بسبب اللي انت خايف ان انت تواجه باباك بيها، او بالاحرى خايف تواجه نفسك بيها اولا قبل باباك. فعشان نمشي بالايه اللي بتقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، غير نفسك، بعد كده غير في اهلك، بعد كده الدنيا كلها هتتغير، الكون كله هيتغير لك. فباختصار لو في حاجه انت مش مرتاح فيها مع اهلك كلمهم فيها، واعتبروا حاجه بالفعل هتأثر تأثير لحظي في حوار الرهاب الاجتماعي بتاعك. 3، اعمل فلوس وخليك ناجح. ممكن تقول دي خطوة صعبة عليا جدا كرمزي مهزأ ما بعرفش اعمل الحاجات دي، كل اللي انا اعرفه ان انا اصرف بس. مش لازم تعمل فلوس على فكرة. الفكرة من الخطوة دي زي اول خطوة ان هي تكون عندك هدف واضح. انت مثلا ممكن تشتغل على حاجة بتحبها، حاجة في دماغك، بس بنظام وبسيستم وبروتين. ما تضجعش على حالك وتعمل لي حاجة مرة كل شهر بحجة ان انا برفه عن نفسي واي خرا. لا، حاجة هتكون وظيفة ليك، وظيفة انت مكلف نفسك بيها مش اكتر. مفيش حد مكلفك بحاجة، انت اللي مكلف نفسك بدماغك تعمل حاجة انت اللي قررت تعملها، ودي حاجة هتخلي قيمتك في سوق نفسك عالية، وده هيخلي عندك اساس ثابت اكتر تثبت بيه نفسك على الارض، مش اي حاجة تهزك بسهولة. 4، كل كويس. عمر ما بطنك هتبقى مليانة وهتفكر كويس، دي قاعدة. عمر ما هتاكل حاجة فيها سكر أو حاجة سعراتها عالية ودماغك هتشتغل بنفس الطريقة لما تاكل حاجة صحية. هتحس بالرعب وانت بتكلم حد، ده عشان انت عندك ضباب على دماغك أكتر من انت لو كلت حاجة كويسة أو ما كلتش خالص. 5 ممكن تكون بديهية، روح الجيم وارفع اوزان. وبرضه مش عشان تغير شكلك بس، عشان انت ما بتسعاش لكده بس. انت لو رحت الجيم انت بتعلم ثقتك في نفسك، عشان انت احترامك لنفسك بيزيد، عشان انت بتبذل مجهود في نفسك. انت حرفيا بتعلم من قيمتك في كل مره بتنزل فيها الجيم. اصل معلش انت احسن من اللي ما نزلش جيم 100 مره لو نزلت مرتين في الشهر، صح ولا انا غلطان؟ اللي بعدها لازم تعمل كارديو. ممكن تقول لي دي شبه الجيم قوي، لا دي مش شبه الجيم. انت لو عملت كارديو، وخصوصا لو انت كنت زيي وتخين في المرحله اللي انا كنت فيها تخين، انت هتكون عارف كويس انا قصدي ايه.
اظن انت دلوقتي فهمتني كويس. في حاجات كتير بتتهز واحنا بنعمل كارديو والمنظر بيكون مش لطيف، ودي حاجات بتطلع الانسكيورتيز اللي جوانا، او خلينا نقولها بالعربي المخاوف اللي جوانا والضعف النفسي اللي جوانا، اللي احنا بنخاف الناس تبص علينا عشان عندنا مخاوف مع جسمنا. لما تعمل كارديو وتكون مش مهتم بحد، صدقني هتكسب احترام الناس، صدقني هتكسب احترام الناس. وعايز اقول لك حاجه، انا من اوائل المرات اللي عملت فيها كارديو جالي واحد قال لي انت لو خسيت، عشان كنت تخين فشخ، بجد كنت تخين فشخ، قال لي لو انت اتخسيت البلد بتاعتنا هتحكي باسمك السنة كلها، عشان انت فعلا تكون عملت حاجة كبيرة، وبجد عاش عليك اللي انت بتنزل. انا بتهيالي دي لو خدت قصادها 100 نظرة وحشة او نظرة جارحة بتبص عليك، دي بتلغيهم كلهم. انا بالنسبة لي كده، انا بالنسبة لي الدنيا بعد الكلمة دي الصراحة ربنا يجازيه خير، كنت محتاج اسمعها الكلمة دي في وقتها يعني. عاش عليك، انت بتنزل، انت احسن من غيرك. بدأت أعمل التمارين القاسية والحاجات اللي كلها حركة من غير كسوف، من غير كسوف، ولو حد بص عليا ببص له تاني، اللي هو عايز ايه يا ابني؟ بالظبط كده. واغلب الناس اللي بتتفرج الصراحة انا ببص نظرات احترام، مش ببصوا حاجات تانية. انا اغلب الناس اللي بتتفرج بتبص لي نظرات احترام، ودي الحاجة الغريبة. السبعة، خلي عندك هوايه بتبقى روشه قوي لو انت اقتضى بيك الامر ان انت تكون قاعد في مكان وحوار ينفتح وتيجي سيره حاجه انت بتفهم فيها كويس قوي، الستيتس بتاعتك هتعلى في ساعتها وهتكون في مكانه اعلى بكتير من اول مره دخلت فيها الاوضه. السبعه، خليك اروش حد جسمانيا، لازم جسمك يكون كويس. صدقني دي احسن حاجه ممكن تعملها لنفسك، دي احسن هديه ممكن تقدمها لنفسك اللي في المستقبل. مش عايز اقول لك بتشوف الناس اللي تحتك كلها حشرات، بس لو انت مش عندك تواضع بس بجد ساعتها انت بتكون عندك احترام لنفسك فوق، بتكون عندك اساس ثابت في الارض مش اي حد يقدر يحركك. وانا بجد بعد ما جسمي ظبط انا بجد بقيت الشخص اللي الناس بتبص في الارض ساعه ما بتكلمه. انت متخيل ازاي؟ فلازم تحط ده هدف من اهدافك، اللي انت تكون جسمك كويس. التامنة ومن اهمهم، اوعى تخاف ان انت تقل من حد، اوعى تقعد تقاطع على الناس وتخاف على زعل ده وتخاف على زعل ده وتتكلم ده باسلوب كويس وده باسلوب كويس. لازم نكون متفقين ان مش كل الناس هتحبك، ودي حقيقه مطلقه، وبالتالي لازم تتعامل على اساس كده. ما دام مش كل الناس هتحبني يبقى اعمل اللي انا عايزه واللي المفروض صح واللي ربنا قال عليه صح، بعد كده نشوف المجتمع بيقول ايه. فانت المفروض ما تتكسفش من اي حاجه، ادام انت ما بتعملش حاجه غلط علي صوتك. فانا عايزك في دي بالذات تطبقها النهارده، وتنزل الجيم النهارده، تروح لحد ضعيف شويه وتقول له رجلك دي ولا عودين اصلا، بس قولها له بطريقه اخويه، ما تبقاش حته الغل اللي جوه دي. هزر معاه كده ولطف وحاول تكمل التمرينه سوا. التاسعه، مارس مهاراتك الاجتماعيه. لو قريت في كتاب او قريت في اي حاجه او شفت اي فيديوهات من النوعيه اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي دي، لازم تطبق النصايح اللي بتبقى فيها. لازم اي حاجه تسمعها تطبقها، عشان اما هتنساها او مش هتستفاد منها خالص. وكل النصايح اللي قبل دي ملهاش اي لازمه لو ما طبقتهمش. عمرك ما هتتعلم ازاي تربط لياقه قميص الا لو انت بتتفرج على فيديو ازاي تربط لياقه قميص وانت بتربط لياقه قميص. فاهم حاجه؟ العشرة، مش لازم تسمع رأي باباك ومامتك في كل حاجة. ما تفهمنيش غلط، أهلنا كلهم بيتمنون الخير، بس الخير بالنسبة لباباك ممكن يكون نظره قاصر لحاجة معينة. هو آخر حاجة يعرفها إن أحسن حاجة في الدنيا الدكتور، فأنت تطلع دكتور، أقول لك أنت تطلع دكتور. بس أنت ممكن تكون شايف حاجة أحسن من كده، ومش شرط تكون حاجة أحسن من كده، حاجة أنت بالنسبة لك أحسن من كده وهتكون مبسوط بيها، فأنت ما تقولوش لأ، بس مش تسمع كلامه، عشان للأسف عمرك ما هتقنع حد إنه يغير رأيه الا لو كان هو ذات نفسه عايز يغير رايه. فلا، لازم تجرب مره، جرب مره معاه، والله يا بابا كذا كذا كذا، لقيت الموضوع مش راكب، خلاص. معلومه ال 12، برضه لازم تكون علاقتك باهلك كويسه. امتى اخر مره حضنت مامتك فيها؟ مش ينفع تكون انت الشخص اللي قافل على نفسه باب اوضته طول النهار وما بتتكلمش غير على جوابات الفيس والديسكورد، وما بتشوفش اهلك غير على وقت الغدا لان كنت بتاكل معاهم اساسا، وفي الاخر تقول لي انا حياتي خرا ومش عارف اكلم حد ومش عارف اتواصل مع الناس. انت ما بتتواصلش مع حد في بيتك يا حبيبي اصلا. خطوه عمليه، روح احضن مامتك دلوقتي حالا.
انا بكلمك بجد، انا عن نفسي حضنت مامتي النهارده، مش تاخدها من النص بتاع اللي هو يا راح احضن ماما ومش عارف الحاجات بتاعت العيال دي. اعظم الرجال هو اللي بيوقر الناس اللي جابته على الدنيا. فقوم احضن مامتك. المعلومة اللي بعدها نظرية التسعيرة. لو حطيناك في أوضة مع حد ما تعرفوش، احتمالية اللي أنت تفتح كلام معاه تبقى قد إيه؟ احتمالية اللي أنتوا تكونوا صحاب قد إيه؟ ممكن تقول لي إن أنا في آخرة المطاف هنتصاحب على بعض وهنكون عملنا كونفرزيشن كويسة وطلعنا يوم لطيف يعني. صح؟ لو حطينا جنبك بقى كريستيانو تبقى عامل زي ناس كريستيانو أنا بحبك قوي والنبي ممكن اتصور معاك والحاجات الهبله بتاعت العيال دي. انت كده حطيت كريستيانو في قامه اعلى منك بكتير، انت اللي عظمته فوق نفسك، انت اللي اديته قيمه فوق نفسك. فكر كريستيانو عمره هيفتكر انه يكون صاحب لواحد زيك، فلازم سعرك يكون عالي. مش معنى كده ان انت تتكبر على الناس، انا ما بقولش كده. لازم تكون متواضع وفي نفس الوقت عارف قيمتك كويس قوي. المعلومه اللي قبل الاخيره، ما تكونش صعلوك كلب من اللي بيهوهوا على النت بس. ما تخشش في نقاشات او جدالات مع اي حد، انت مش فاضي، انت اكبر من كده ووقتك اهم من كده. انت كده بتقل من قيمتك بايديك. ومش هتكلم في الحوار ده كتير عشان الكلام مهري اصلا. اخر معلومه للنهارده، لازم تكون اشيك واحد في الاوضه، لازم تكون بتلبس كويس قوي. لو دخلت مكان محدش يعرفك فيه يكون لبسك ملفت، مش ملفت من حيث الالوان والاوتفيت الجديد والموضه المتخلفه اللي بنشوفها اليومين دول. لبسك يكون فعلا لايق عليك. ممكن تلبس لون واحد، ممكن تلبس طقم واحد كل مره تنزل فيها، بس هو مميز عليك انت. بس اصبر الوقت والمجهود والفلوس اللي انت تجيب اللبس ده. بس انا مش عندي حاجه تانية اقولها لك النهارده. وخليك فاكر حبيب اخوك ان الراجل هو اللي بيدي ما بياخدش.